إمكانية توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج. ثانياً، إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور شاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك. هذا كان مطلب المهاجرين، عفوا مغاربة العالم، معذرة. ثالثا، تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة يحددها فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء. لا يجوز الزواج أقل من 17 سنة الآن، 17 سنة. رابعا، إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه للشرط. الله سلامتكم. وفي حال إذا سمحتوا، وفي حال غياب هذا الاشتراط فإن المبرر الموضوعي الاستثناء للتعدد سيصبح محصورا في إصابة غير نص الفكرة مقادة باش ما يجيش واحد يقول لنا غدا. سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، هذا هو الاستثناء الوحيد الموجود، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية. خامسا، إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة يكون تدخلها مطلوبا مبدئيا في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار. سادسا، جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون حاجة إلى سلوك مسطرة قضائية. إذا اتفقوا داروا عقد اتفاقي ما كاينش يمشيو للقضاء. وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل 6 أشهر كأجل أقصى للبت في دعوى الطلاق والتطليق. سابعا، هذه مهمة جدا، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تتمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية. نعود لك.
تقدير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية. نتحدث عن الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية. بلا ما اشرحها. ثامنا، اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء طبعا مرحلة الصلح والوساطة. سابقا الطلاق كان غير مقبول بالوكالة، هذا أصبح. تاسعا، وهذا الموضوع التاسعا إلى خلقت واحد عن النقاش، اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكن المحظون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحظون أو السفر به. عاشرا، عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها. 11، وضع معايير مرجعية وقيمية تراعي في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها. 12، تكلمنا على الحضانة، دابا النيابة القانونية لأنه طرح إشكال. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يرجع في ذلك إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ في ضوء معايير وغايات يحددها القانون. 13، تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه. 14، حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر وفق شروط يحددها القانون. إلا ما الراجل تبقى امرأة في الدار حتى تموت، وإلا المرأة يبقى الراجل في الدار حتى يموت، باش ما يخرجوهاش للشارع. 15، تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع إرث البنات. القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أموال للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية. هذا خصو الشرح، لأنه الهبة لا تقوم إلا إذا كانت الحيازة غالبا تكون قاصر ليس لها الحيازة، حتى يجوزوا العرف يقول هذيك الهبة باطلة لأنها لم تتم الحيازة. دابا لم تعد في الحقيقة مطلوبة الحيازة، إذا كانت الهبة حيت يموت الواهب تاخذ لا توهب لها، كتاخذ المحل واخا كانت قاصر بعد ما تولي عندها معناها الهبة لم تعد مرتبطة بالحيازة فيما يخص الأبناء والبنات. وكثير من الآباء كيهيبوا الأبناء ديالهم، كيموت البنت كتكون مازال ما وصلت كتسقط من طرف الورثة لأنه ما كانش الحيازة ولا شيء من القبيل. هذا الشيء كله غيجي على طريق نصوص قانونية، لأن العملية الله بدرا باش يكمل. دابا من بعد هذا الشيء غادي نمشيو باش نديروا نصوص قانونية شرعية وتمشي للبرلمان ويناقشوها في البرلمان، وتناقشها في الأمانة العامة للحكومة، وتناقشها عند السيد رئيس الحكومة في الجلسة الحكومي، ونمشيو للبرلمان، ومن هنا لتما تكون نقاش حتى نحفظوا هذا الشيء.
سادس عشر، فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين. لا يرث مسلما كافرا، دابا عنده الحق يدير الهبة أو الوصية. وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة من خلال استبدال بعض المصطلحات، سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية. هناك بعض المفردات والمصطلحات كتعتبرهم المرأة إهانة لها، المتعة، شي حاجة من هذا القبيل. سنقلبوا داخل الفكر، داخل اللغة، على كلمات ترقى بالاحترام الواجب للمرأة، نوصلوا لها. السيدات السيدات والسادة، أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح فتهم على الخصوص. نسخة من هذا الخطاب راه كاين، غيوزعوا لكم الصحفيين ياخذوه من عندهم. أولا، توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر مع ضمان تكوين المتخصص المستمر. ثانيا، مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة. ثالثا، تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري عبر إحداث شباك موحد على مستوى محاكم الأسرة. رابعا، تأهيل المقبلين على الزواج من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع. خامسا، دراسة، هذا مهم جدا، الموضوع مهم جدا، شحال احنا ناقشناه، دراسة إمكانيات إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق. السيدات والسادة، لقد حرص جلالة الملك نصره الله من خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح على أن يحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء القادر على إدماج مساهمة الجميع كل من موقعه بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مشدد على تمييز منهج المملكة في الإصلاح المبني على الثبات والتدرج والتراكم ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقدرة أدوات الاجتهاد المبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة وبين التطورات المسجلة على مستوى الحقوق والحريات. لهذا فإن التعليمات السامية جلالة الملك التي حرص بلاغ الديوان الملكي في الموضوع على بيانها والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة المحترم وإلى السيد الوزير والسادة الوزراء المعنيين المحترمين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح في مرحلة صياغة مشروع المراجعة. تحدثنا عن مراجعة مدونة الأسرة بكاملها الآن، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، وللوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة تتمن مكاسب نسختها الأولى وتعضدها وتراجع نقاط تعطلها، على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك تحقيق المساواة والتوازن الأسري وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام بانخراط الجميع، وبحث المواطن المعود لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون وبناء المجتمع الديمقراطي الذي يقود